مؤتمر القلة المندسة. ما تصدقش. مؤتمر موازي للحزب الوطني اللاديمقراطي. ما تصدقش. معا نزيح الستار عن أكاذيبه. شكرا لحضورك مؤتمر القلة المندسة. مؤتمر شباب 6 إبريل. مجاهد كبير قاد حزبه ليكون أحد أنشط وأخلص الأحزاب في مصر، لكن النظام لم يتحمل حزبا بهذه القوة، فقامت لجنة شؤون الأحزاب لجنة تخريب الأحزاب بتجميد حزب العمل مع الأمين العام لحزب العمل المجاهد مجدي أحمد حسين. فليتفضل. بص هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا على خلافنا ناس كتير، أنا مش معطي أي أهمية لهذا المؤتمر. الحزب الوطني حزب وهمي وليس هو حزب سياسي حاكم بالمعنى الحقيقي. القرارات تتخذ في أماكن أخرى. مؤتمراته السنوية مؤتمرات شكلية. يمكن الحزب خد أهمية بسبب دور جمال مبارك في الفترة الأخيرة، أنه استخدم كوسيلة لإيصال جمال مبارك، فده اللي إدى الحزب الوطني اهتمام ومتابعة. لكن فهو مجرد مطية أو أداة لجمال مبارك عشان يؤسس لجنة سياسات ثم يتجه إلى أنه للتوريث. لكن القرار لا يصنع لا داخل لجنة ما يسمى لجنة السياسات اللي فيها مئات وعشرات من الفنيين والأساتذة الجامعات، ولا بيتخذ في الحزب ولا في مكتب سياسي بيجتمع طول السنة. لكن شلة جمال مبارك هي اللي بتتخذ القرار مع الأسرة الحاكمة. فهذا بشكل عام، وبالتالي هذا المؤتمر هو مؤتمر شكلي احتفالي ترويجي لجمال مبارك، لا أكثر ولا أقل. لكن لا يقرر سياسات ولا توجد فيه صراعات حقيقية كما توجد صراعات داخل الأحزاب السياسية الحقيقية. وبنرى حزب الوطني حجمه في الحياة السياسية لما بتحدث أحداث الانتخابات بيعتمد على التزوير وليس على الشعبية. في كارثة الدويقة اختفى كل أعضاء الحزب الوطني من حي الدويقة، سواء كانوا أعضاء مجلس الشعب أو مجالس محلية، اختفوا تماما، لم يظهروا ولم يدخلوا الحي. تخيلي ناس منتخبين مفترض ان هم منتخبين يختفوا اثناء وقوع كارثة. فيعني ده اخر مثل يعني بس من الدويقة. وبالتالي انا لا ينتظر اي شيء من هذا الحزب. اما بالنسبة لنا احنا كحزب عمل، احنا هدفنا الاكبر هو مع كل القوى الوطنية واحداث التغيير او تحسين الوضع السياسي والممارسة الديمقراطية. السنة اللي فاتت شهدت ردة واسعة النطاق على بعض المكاسب التي انتزعتها الحركة السياسية. الآن في تضييق شديد على التظاهر، في إحياء لاستخدام حالة الطوارئ ضد السياسيين، انتشار ظاهرة التعذيب في السجون وفي أقسام الشرطة، في ضيق بأي شكل من أشكال التعبير. حتى قافلة غزة لا نعتبرها هجوم مباشر على النظام، بالعكس هي تضامن مع الفلسطينيين أكثر. لم يتحملها سواء في القافلة الأولى أو الثانية التي منحها نهائيا. إذا نحن أمام حالة من التدهور السريع في مجال الحريات، وبالتالي كل ما كنا نريد أن نحققه من تقدم في الممارسة السياسية في العام الماضي نشعر أن احنا نعود إلى الخلف. بالتالي ليس أمامنا إلا مزيد من النضال. والشيء الإيجابي اللي بيتحقق هو توثيق علاقتنا مع القوى الحية والشابة في الحياة السياسية من أجل أحداث التغيير. أما على مستوى النظام السياسي فهو ينتقل من سيء إلى أسوأ. أما عن الاقتصاد يعني فحدث ولا حرج، فنحن أمام حالة من الانهيار الاقتصادي. البورصة هي الثانية في العالم بعد ايسلندا، خسرت 70%، احنا خسرنا 50%. كل مؤشرات الاقتصاد والتعليم والتنمية البشرية مصر في الثلث الأخير من العالم.
وبالتالي ما يقال عن النظريات الاقتصادية والفكر الجديد لجمال مبارك التي يريد دون أن يدرسونها في الجامعات، هذه نوع من النكتة السخيفة يعني. جمال مبارك كمان هيعمل نظريات تطرح في الجامعات. فالوضع الاقتصادي منهار، كان هم لا يشعرون لأنهم يجلسون في القصور، لكن أي مواطن بيعاني معاناة شديدة. الغلاء في تصاعد، البطالة في تصاعد، كل المؤشرات الاقتصادية لا تنبئ بالخير. المصانع الآن بتغلق بمعدلات متسارعة، والعمل المنتج غير مربح في هذا البلد، فإما أن تعمل في الاستيراد والتصدير أو النصب أو الاحتيال أو السمسرة، لكن العمل المنتج في مصر غير مؤثر. وبالتالي إذا كان اهتمام الحزب الوطني كما يزعم بالاقتصاد، فعلى يده بنشهد كل عام تدهور أكثر، والمجال لا يحتمل أن كنت أوردت كثير من الإحصاءات. لكن هذه عموما الوضع السياسي يلمسه كل السياسيين، الوضع الاقتصادي يلمسه كل المواطنين. نشكر الأستاذ مجدي حسين على كلمته الرائعة. مؤتمر القلة المندسة ما تصدقش. مؤتمر موازي للحزب الوطني اللاديمقراطي ما تصدقش. معا نزيح الستار عن أكاذيبنا. شكرا لصورة مؤتمر القلة المندسة. مؤتمر شباب 6 إبريل.